اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده هنخلل الزيتون بطريقه سهله جدا، لا هنفتحه ولا هندقه ولا هننقعه. كل الحكايه هنغسله وعلى البرطمان على طول ان شاء الله هنعينه لشهر رمضان الكريم. معايا بس ربع كيلو من الليمون، شايله منه حوالي 5 ليمونات، ومقطعه قرن فلفل احمر كبير. تمام. ومعانا ورق لورا وكم فص من الثوم، ومعانا الملح البحري بتاعنا اللي بنستخدمه الخشن في المخللات. انا بحط لكل كوباية من المية معلقة مليانة كبيرة من الملح. كمية الفلفل الشطة دي براحتك خالص، حطي الكمية اللي تحبيها. انا جيت في الخلاط حطيت الليمون اللي كان متقطع مع الفلفل، وحطيت معهم شوية مية عشان بس الخلاط يلف، وضربناهم في الخلاط. وكده المحلول الملح معانا. هنعد كوبايات المية، وبعدد الكوبايات هنحط الملح. حطيتي 3 كوبايات هتحطي 3 معالق، حطيتي 5 كوبايات هتحطي 5 معالق. في ثانية في الخلاط ضربنا الليمون المتقطع بقشره، ما تقشريش ولا تعصري ولا تتعبي نفسك. هو ده الخليط، عبارة عن الليمون والفلفلاية الحمراء الكبيرة، ضربناهم في شوية مية وبدأنا نحط الملح. انا هبدأ ارص معايا في البرطمان الازاز بتاعنا الجميل 2 كيلو الزيتون العزيزي اللي انا جايباه، كيلو ب35. ده زيتون عزيزي، حباية كبيرة كده زي ما انتوا شايفين. انا ما فتحتهاش ولا نقعتها ولا دقتها ولا اي حاجة، غسلته وعلى البرطمان على طول. كمية فلفل الشطة هتحطيه حسب الرغبة، ما تنسيش ان انت هتقفلي عليه 5 شهور تقريبا، فما تكتريش الفلفل الشطة عشان ما يطلعش معاكي حامي قوي. انا هبدأ احط كل الكمية في البرطمان. وبالنسبة للملح البحري ده موجود عند العطارين، الكيلو ب5 جنيه. انا ببدأ اكبس كده، وحطيت كام فص توم بحالهم، وحطينا الورق اللورا ما ننساهوش لانه بيحافظ على عمر المخلل، حافظ عليه من التلف، وكمان هو مضاد اكسدة، وكمان بيديله نكهة وطعم وقرمشة. انا بدأت كده عايزة بس نفسي البرطمان. هو راجل قال لي البرطمان ده بياخد 2 كيلو زيتون، بس معانا الزيتون ما شاء الله كده حجمها كبيرة، فان شاء الله البرطمان ياخد معانا 2 كيلو زيتون. انا بجد يعني ما بحسش كده بجمال شهر رمضان الا اما بخلي الزيتون ده لرمضان. ان شاء الله يعيدوا علينا بالخير والبركة. هنبدأ بقى ننزل معانا الخليط بالقشر بكل حاجة زي ما احنا ضربناه في الخلاط بالشكل ده. هو الزيتون السنة دي اغلى من السنة اللي فاتت، هو 35 ودلوقتي كمان زاد عن 35 سعر الكيلو. انا هكمل بس المحلول الملحي معايا بكل سهولة. شوفوا احنا ما تعبناش فيه خالص يا جماعة، وهيطلع معاك ان شاء الله زي الفل بإذن الله. بإذن الله بندينا كده طول العمر، ويجي شهر رمضان وافتحه واوريهولكم ان شاء الله. بنبدأ نضغط عليه خالص كده نكبسه. طبعا الطبقة القشر اللي فوق دي بتعمل لنا برضو عازل حلو كده للزيتون، ان هو ما يطولوش اي هوا بالشكل ده. وبنبدأ طبعا لازم نحط على الوش شوية من الزيت. طبعا احنا هنقفل عليه فترة طويلة، فما تنسيش الزيت على الوش. اهم حاجة بقى تبدأي تقفلي عليه كويس جدا. هو الغطا بتاعه كبس، الغطا بتاعي ده بتاع البرطمان ده كبس كده مش بيلف، فانا قلت عشان امنع اي هوا بالاسترتش راب، او مش عندك استرتش راب بكيسة التلاجة حطي كيسة التلاجة برضو على الغطا للاحتياط يا جماعة، لان احنا هنقفل عليه فترة طويلة. متنسيش ان احنا هنقفل عليه فترة طويلة. ببدأ بقى كده حطيت الغطا بالشكل الجميل ده معانا.
اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من الطريقة بتاعتي الحلوة السهلة. ان شاء الله تطبقيها ويطلع ناجح معاكي 100%.